هنتكلم الترم الثاني في قصه كفاح شعب مصر. القصه بدات بالثوره العربيه. بدات الثوره العربيه باجتماع الضباط او الجيش في منزل احمد عرابي، واتفقوا كده على بعض الطلبات اللي هيعرضوها على الخليفه. احمد عرابي بما انه هو الوزير خد الطلبات وراح للخليفه، قال له: مولاي، ان الشعب والجيش ليهم بعض الطلبات، وعرض عليهم الطلبات. الخديوي قال المقوله المسجله: انتوا ازاي تطلبوا مني طلبات؟ ان انا ورثتكم زي البيوت والاصول والاراضي، ازاي انتوا كعبيد عندي تطلبوا مني طلبات؟ في الوقت دوت احمد عرابي رد الرد المذكور في كتب التاريخ: والله الذي لا اله الا هو لقد خلقنا الله احرارا ولم نستعمل بعد اليوم. نزل الشعب وقال لهم: مفيش فايده، هنعمل مظاهره سلميه. وعملوا مظاهره عابدين سنه 1881. وقفوا حوالين القصر ورفضوا ان هم يمشوا لغايه ما الخديوي يوافق على طلباتهم او يتنازل عنهم. الخديوي عمل حاجه غريبه هرب من القصر وراح القصر القبطيه الموجود في اسكندريه، وبعت للانجليز قال لهم: هنعمل انا وانتم مع بعض اتفاق، هتيجوا تقتلوني يا عرابي وتضربوا الشعب، تحافظوا لي على ممتلكاتي واصولي، وانا هيسر لكم امور كتيره قوي. الاسطول الانجليزي جاء على حدود اسكندريه. احمد عرابي خد الشعب وخد الجيش وطلع على اسكندريه. وقف ضد الاسطول الانجليزي وقدر بالفعل ان هو ما يخلوش يدخل البلاد. لكن الاسطول الانجليزي قرر ان هو يمشي من طريق تاني، مشي من طريق قناه السويس. احمد عرابي قرر ان هو يهدم قناه السويس، لكن ديليسيبس قال له: ده مستقبل مصر قناه السويس، انت ازاي تهدمها؟ اديني الفرصه ان انا هقفل قناه السويس بساتر حديد همنعهم ايه؟ يخشوا. احمد عرابي صدق ديليسيبس، وديليسيبس كان اتفاق بينه وبين ايه؟ الخليفه. دخلوا الانجليز من قناه السويس، دخلوا العباسيه وخدوا قلعه صلاح الدين اللي استلمها لهم خنكس قائد القلعه من غير حرب، واصبحت مصر تحت الاحتلال الانجليزي. في الوقت دوت عرابي حاول بكل ما اوتي من قوه قال للشعب: اوعوا تستسلموا لغايه ما تاخدوا حقكم، تطردوا الانجليز بره البلاد. مات عرابي، وكان لازم يكون زعيم اخر مكان احمد عرابي. وقع الاختيار على مصطفى كامل. خدنا الترم الاولاني مصطفى كامل وهو طفل سنه. شوفوا بقى لما كبر ده عامل ازاي. مصطفى كامل اللي كان بيحضر كل اجتماعات احمد عرابي في بيته. مصطفى كامل اللي عمل جريده اصبحت شبه مدرسه. مصطفى كامل قرر ان هو يحارب الانجليز بطريقتين: طريق داخلي وطريق خارجي. الطريق الداخلي كان بينزل ويجتمع بالشعب ويبث فيهم روح الجهاد، يعرفهم واجباتهم ودورهم. طريق خارجي كان بيسافر لفرنسا مؤتمر الصلح ويعرض فيه القضيه المصريه وقد ايه مساوئ الاحتلال وقد ايه مصر متعذبه ضد المحتل. مصطفى كامل اللي كان بيكتب في كل جرائد العالم عن العذاب اللي بنشوفه في مصر وان لازم مصر تاخد حريتها. مصطفى كامل اللي كان انجلترا بتقول احنا ما كناش بنعمل حساب حد غير مصطفى كامل.
لغايه ما حصلت حادثه تسمى حادثه بيونشور. 4 من عساكر الانجليز بيلعبوا، فلقوا واحده فوق السطح بتنشر مش هي ولا الراس، قالوا نهزر ونصطادوا فقتلوها وجت في كهرباء ولعوا البيت. اهل الفتاه جروا وراهم هربوا، بس واحد منهم جاله ضربة شمس ومات. فالمعتمد البريطاني وقتها دخل القلعة وحكم على أهل البنت اللي اتقتلت بالضرب والإهانة وإعدام بعض، قتل بعض، تعذيب بعض. كانت واقعة مشهورة جدا. مصطفى كامل وهو في فرنسا استغل الفرصة اللي جات له، أو استغل أو رسم الحادثة بشكل صح. رسم صورة لمصر ضد الاحتلال وابتدى يخاطب العالم كله. مش بس كده، ده كتب في الصحف الإنجليزية نفسها على اللي بيحصل، وإن أنتوا ترضوا إن ده يحصل في شعبكم، أنتوا ترضوا إن مصر تشوف العذاب ده لو حصل عندكم. الشعب الانجلترا المتمدن يقبل بده. 1000 مقالة كبيرة جدا أثرت في الشعب الإنجليزي والشعب المصري والشعب الفرنسي وكل العالم. ده اللي خلى الشعب الإنجليزي نفسه يطالب انجلترا إن هي تعطي حريتها لمصر. فانجلترا ما لقتش حل إلا إن هي تعزل المخلوق الإنجليزي عندها من مصر بعد 24 سنة من الحكم، واعتبرت ان ده مكسب للمصريين. حارب مصطفى كامل لغاية ما مات، وانجلترا ما طلعتش منه. بس كان لازم حد يكمل بعد مصطفى ايه؟ كامل. عارفين مين كامل؟ حد يعرف؟ مين درس تاريخ؟ يعني خدنا قبل كده في الدراسات 6 ابتدائي احمد عرابي ومصطفى كامل ثم بعد مصطفى كامل ما مات جه بعديه محمد فريد. محمد فريد قرر ان هو يكمل نفس الطريق اللي كان ماشي فيه مصطفى ايه؟ داخلي خارجي. ففي مصر اجتمع مع الشعب وقعد يعلمه ويفهمه، وعمل فتح مدارس ليليه عشان يعلم الناس حقوقهم وحقوقهم القرايه والكتابه. ما سابش مؤتمر للصبح في فرنسا لما حضر بفلوس الخاصه لان هو كان غني جدا، وصرف كل امواله على القضيه المصريه، ولدرجه ان هو عيب وهو في فرنسا وما لقاش يجيب دواء كمان مريض، اللي ما كانش معاه فلوس يجيب ايه؟ دواء. جه بعد محمد فريد سعد زغلول. سعد يعني سعد. طب سعد زغلول عمل ايه؟ يلا نعرف.